بصراحة جات لنا رسائل كتير بتشكر في البرنامج ومضمونه، بس مش عاجبها اللي بيقدمه اللي هو أنا. احنا عشان يهمنا الفكرة توصل ما يهمناش مين اللي يوصلها، فمخرج البرنامج قرر يغير اللوكيشن ويغير الستايل ويغير كل حاجة في البرنامج، بس أنا مكمل معاكم. في أي دولة في العالم أول ما بتحصل جريمة أول حاجة بتتم التبليغ عن الجريمة، بعد كده بتنتقل الشرطة وفريق البحث الجنائي لمعاينة مكان الجريمة، بعد كده النيابة بتجيب المتهمين وتحقق معاهم، بعد كده القضاء يشوف هل دول فعلا مذنبين ولا لا. طبعا أنا بقول في أي دولة في العالم، ملناش دعوة احنا في مصر بالكلام ده، لأن احنا في مصر ما عندناش لا جهات تحقيق ولا نيابة ولا قضاء. امال الليلة ماشية ازاي؟ احنا كفريق يوتيوب مسكنا مثال لجريمة قتل سياسية وفصصناها حتة حتة. استشهاد المقدم محمد مبروك، اغتيال المقدم محمد مبروك. محمد مبروك الضابط في قطاع الأمن الوطني اللي اغتيل، تخرج من كلية الشرطة سنة 79 والتحق بجهاز مباحث أمن الدولة اللي انحل. ادي جريمة قتل اهي، ضابط امن دولة اتقتل في مصر، يعني الموضوع ملوش علاقة لا بداخلية ولا نيابة ولا قضاء. طالما في مصر يبقى الموضوع اعلامي بحت، كل اللي محتاجينه شوية مخبرين اعلاميين يحققوا لنا في الموضوع ده. لكن في كل الاحوال انا امام ضابط كان مسؤولا عن ملف التطرف الديني وعن جماعة الاخوان، فلما يقتلوه محدش يقول لي انه الاخوان لا علاقة لهم بذلك. دي كانت تحريات اولية من المخبر وائل الابراشي. طبعا احنا مش هنعتمد على حتة مخبر، فاحنا جبنا رتبة اعلى من كده. أسألكم الدعاء بالرحمة للمقدم محمد مبروك، محمد خطاب، مقدم أمن الدولة أو وزارة الداخلية أو المواطن المصري ده بمنتهى البساطة اللي اتقتل النهاردة بإيد الخيانة والغدر والقتل، اللي هي بمنتهى البساطة مجموعة إرهابية مما لا شك فيه ان هي ان تبنت انما تتبنى خطاب الاخوان وتنظيم الاخوان واداء الاخوان وتكتيك الاخوان. شكرا لسيادة الملازم. معنا بقى دلوقتي انفراد امني من عميلة الموساد الاولى سونيا الحديدي. محمد مبروك غالبا هو ده اللي لابس السديري الاسود، جيليه الاسود. نشوف بقية فيديو القبض على خيرت الشاطر. وبنسأل تاني مين اللي قتل محمد مبروك؟ اعتقد ان الاجابة واضحة جدا. مبدئيا كده عرفنا من ضباط الاعلام ان الاخوان هم اللي قتلوا ضابط امن الدولة محمد مبروك، بس اثناء تحريات فريق يوتيوب لقينا كلام خطير جدا على لسان مدير المخابرات الاعلامية. انا بعيد لكم تاني يا جماعة، بعيد لكل الناس، الاخوان ما بيعرفوش يعملوا العمليات دي، ما بيعرفوش يشيلوا سلاح آلي وبتاع، مش شغلهم. اللي قتل الراجل ده امبارح مش ناس عادية، دول مش اخوان وطلبة من الجامعة وعيال، لا ده جهاز. اللي قاتل امبارح ده جهاز. دي كانت زلة لسان من مدير المخابرات الإعلامية عمرو أديب، واعتبروا نفسكم ما شفتوش الفيديو ده وهقول لكم ليه آخر الحلقة. الأول خلينا نشوف ضباط الإعلام أول ما عرفوا إن الإخوان مش هم اللي قتلوا ضابط أمن الدولة لبسوها لمين. في خبر عاجل على موقع الوطن، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن اغتيال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك. أعلنت ما تسمى بجماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن حادث اغتيال المقدم محمد مبروك. جماعة أنصار بيت المقدس تتبنى اغتيال ضابط الأمن الوطني. جماعة أنصار بيت المقدس أعلنت إن هي المسؤولة عن استهداف الشهيد محمد مبروك. وبعدين اكتشفوا ان موضوع بيت المقدس ده اتهرس في 70 فيلم قبل كده والناس مش هتصدقوا، فسابوا الموضوع لكل مذيع واجتهاده. تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على 15 مشتبه بهم في حادث اغتيال المقدم محمد مبروك. 15
في انفراد للحياة الآن، القبض على 32 من المشتبه بهم من العناصر التكفيرية والإرهابية المتورطة في ارتكاب جريمة اغتيال شهيد الأمن الوطني محمد مبروك. 32. أجهزة الأمن ألقت القبض على 140 متهم في قضية اغتيال الشهيد مبروك. 140. استكمال لسلسلة انفرادات الحياة الآن في هذه القضية بتشير إلى ضلوع 200 من كوادر الإخوان. احنا عشان وقت البرنامج مش هينفع نعرض لكم الراجل ده قاعد يعد لحد كام، قلنا نختصر لكم ونجيب آخر كلام قاله. أمرت نيابة أمن الدولة اليوم بحبس المقدم محمد عويس بإدارة مرور القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالمشاركة في اغتيال المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني. عسل قوي مخبرين الإعلام دول، فجأة كده لحسوا كل الاتهامات اللي صدعونا بيها عن الإخوان وأنصار بيت المقدس والجماعات الإرهابية، وبدأوا ينشروا أخبار مؤكدة إن اللي قتل ضابط أمن الدولة ضابط زميله. هذا الضابط خان امانته، خان وظيفته، خان بلده، وارشد او ساعد في قتل زميله اللي هو محمد مبروك. اتهام 4 لواءات ومقدم بالتعاون في اغتيال ضابط بالامن الوطني. ارجو حضراتكم تركزوا في العنوان، 4 لواءات ومقدم. ولما طلع اللي عاملينها منهم فيهم قال لك اكيد الظباط دول اخوان. في بعض الضباط الذين ينتمون لجماعة الإخوان وأحيلوا إلى التفتيش في وزارة الداخلية. المهم ان المخبر وائل الابراشي رقوه دلوقتي. رقوه بقى سيكا. سيكا. الف مبروك يا استاذ وائل، يعني والله تستحقها عن جدارة. المهم ان سيادة السيكا وائل الابراشي ما بيتكلمش اي كلام كده وخلاص، كله بالدليل والمستندات والحروف. يعني هقول لك مثلا، مش هقول اسماء لكن هقول عميد نون ح وهو في المخدرات، ألف ح وهو عقيد دكتور بيطري، عقيد ألف. عندي كمان نقيب ألف عين. 352 من الضباط والأفراد بوقائع تحريات انه عندهم انتماء. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم، يا ترعة المفهومية، يا فيلسوف الحمير. بينتمي لجماعة الإخوان، كان بيسكن يعني بجوار عصام العريان، ويصف ما يحدث بأنه انقلاب. الجماعة يعني قامت بتجنيده. وعشان يسبقوا الدور نزلوا يسألوا بواب عمارة الضابط المتهم بقتل محمد مبروك عن دور المتهم جوه الإخوان. ما سمعتش حاجة من الجيران هنا ان هو مثلا تبع حد من الإخوان او تبع حاجة؟ لا 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 لا، هو ما يعني اللي انا اعرفه كمان ما بينتميش للإخوان خالص. ده ساعة الرئيس مرسي اتعزل كان فرحانين وكان بيضربوا نار ولما البواب كبسهم راحوا لأكبر راس في وزارة الداخلية وسألوه: يا سيادة الوزير، هل فعلا في ضباط إخوان جوه الداخلية؟ احنا كان نظامنا في الاختيار في كلية الشرطة ان لو كان واحد من أقاربك للدرجة التامنة حتى ينتمي لأي فصيل التيار الإسلامي أو الإخوان كان بيرفض، بيخش كلية أصلا. ولا واحد في الضباط الحاليين لغاية رتبة الملازم بيبقى في أي حد من أسرته. يعني ما طلعش أبدا اكتشفت إن في خلايا نايمة جوه الوزارة؟ أبدا، تأكد حضرتك. يعني اللي قتل وطلع مش إخوان وكمان طلع ظابط. فاكرين الفيديو بتاع مدير المخابرات الإعلامية؟ لا، ده جهاز. اللي قتل امبارح ده جهاز. عرفتوا بقى مين اللي قتل الضابط محمد مبروك؟ مش لما تعمل جريمة تداري عليها صح،
بدل ما انت مسرح مخبرين الاعلام بتوعك عمالين يهرتلوا على الفضائيات. انتوا بتقتلوا بعض عشان مكاسب سياسيه او عشان تكسبوا تعاطف الناس، عادي براحتكم، انتوا ظباط في بعض. بس عيب لما تلقحوا بلاويكم على ناس تانية ملهاش ذنب. عيب عيب. بصوا يا جماعه، في رابط موجود تحت الفيديو في صفحتنا على الفيسبوك، يا ريت محدش يعمل لايك. الحمد لله داخلين على المليون، مش محتاجين الحمد لله. برضو حلقاتنا اللي فاتت عندنا حلقات داخله على 2 مليون، يعني خلاص احنا هنفتري يعني كتير الحمد لله. لا سبسكرايب لا يا عم، محدش يعمل يا جماعه، الحمد لله عندنا برضو كتير مسطوره. الحمد لله الحمد لله يا جماعه الحمد لله.